اللي عم بعمله صح مظفر؟ برأيك ما اطلع قدامها ولا حتى احكي معها؟ رقية بعرفها من سنين، قلبها طيب بس ست قوية. ايه بس هي ربت ابني وكبرته وحبته من قلبها، ظابطة من بعد كل هالعمر انه هلا بالاول رح تبالغ بردة فعلها، بس بعدين رح تتفهمي. طلع فيني، ما رح شوفك قريب من خالدة مرة تانية. وهلا انقلع، روح اقعد على الطاولة، روح. بس لا تنسى، لا تنسى اني بقدر جيبك، وبقدر خلص عليك وعلى اللي وراك مين ما كان. لا تنسى. نقلع. حلو، برافو، تأثرت. انت جريء. كان مشهد حلو. يا ترى ابوك عم يشوفك ولا لا؟ قلي، مع انه لو كان شايفك كان رح يزعل. لا تكتر حكي، يلا نقلع، يلا. عم قول لو بيعرف انك عم تخدم الختيار رح يتعذب بقبره. انا قلت لك انه الختيار هي اللي قتلت ابوك، حتى اثبتت لك كمان، بس انت راكد وراي. انت بالطرف الغلط علي رضا، لو تفهم بس. لك انت الغلط بحد ذاتك، مستحيل يكون مع واحد مثلك بنفس الطرف. بس انا هلأ بالمجلس فكر بهي شوي، ليك اذا تحركنا سوا رح نكون اقوى. بهالطريقة انت بتوصل للناس اللي قتلوا ابوك وبتقدر تاخد بتارك منهم، وانا بوصل للي بدي اياه. ما عم بفهم، محرزة انه تتخلى عن كل شي كرمال خالدة. محرزة كل شي كرمالها بيحرز، ومستعد احرق الدنيا مو بس المصاري. ما فهمت لسه؟ فهمت، بس يا ترى انت رح تفهم؟ بتروح هلا وبتطلب من خالدة، بتقلها احرقي لي الدنيا كرمالي، رح تحرقها يا ترى؟ انت هلا شو عم تخبص؟ خالدة لو كانت بتعرف ابوك بشكل اصح، لو عرفت انه ابوك واحد من اللي قتلوا عائلتها، شو رح تساوي؟ خبرني. حكيت لها ما هيك ولك؟ ها؟ حكيت لها ولا لا؟ حكيت لك كرمال مصلحتك، هذا اختبار للحب، لنشوف خالدة رح تقدر تنجح بهالاختبار تبعك. مين انت ولك؟ ها؟ انت ابن شوارع، مين انت لحتى تخرب علاقتي بخالدة؟ لك مين انت؟ مين انت؟ مين يا واطي؟ مين يا وسخ؟ مين؟ يا رضا احكي. تمام حيوان. فيكو. خلص بقى، رح تقتل الزلمه اخي. أنا بلال، أنا خالدة وينك؟ وينك انتي؟ تمام جاي لعندك، استنيني. جيت لكان، معناها فهمت انه اللي عملته كان غلط طبعا ورح تعتذر، ما هيك؟ لا مو هيك ابدا، انا خبرت المحامي ملك ورح ارفع الدعوه باقرب وقت كمان. تعرف بعشق ثقتك كتير بنفسك. شو عم يدور براسك يا ترى؟ شو رح تعمل لما تنفصل عني؟ رح ترجع مثل اول ولا شي؟ انت بتعرفي شو اكتر شي بكرهه، ما هيك؟ من انه تهدديني بهذا الشي على طول. بس ما عاد يجيب فايده معي. تهديدك الي وشوفة حالك علي كل الوقت مليت منها كتير يا ملك، فهماني ما هيك؟ مدحت، إذا عندكم مشاكل عائلية وهذا اللي أنا شايفه، بتروحوا على بيتكم وبتحلوها. بس إذا كانت ملك هون وتحت سقف بيتي، ما بسمح لك تعاملها بهي الطريقة. نحن ما ضل في بيناتنا مسائل عائلية، وفيها تضل هون تحت سقف بيتك قد ما بدها، لأنه ما عاد في إلها مكان عندي. خاطركم.
انت منيحة؟ ايه، رح اقول لهم يجيبوا لي اغراضي. بلاقي اوتيل رح اضل فيه لفترة، بعدين بقدر لاقي بيت لحالي. شو عم تحكي؟ شو هذا البيت مو عاجبك؟ فيك تضلي هون قد ما بدك، ما بتروحي لأي مكان. تمام؟ يسلم. عفوا منك يا خانم، فيني اقعد جنبك؟ طبعا تفضلي. هالمكان بياخد العقل. حضرتك دائما بتجي؟ يعني كل ما لقيت وقت بحاول اجي على قد ما فيني، بيريحني هذا المكان كتير. ايه فعلا مريح كتير. وقت كنت صبية كنت اجي على هالمكان. حضرتك ساكنة قريب من هون؟ لا، بصراحة كنت ساكنة بعيد. كان عندي صديق قريب من هالمنطقة وكنت زوره بين الفترة والتانية. حضرتك ساكنة قريب من هون؟ ايه، أنا ساكنة هون. حلو كتير. أنا متأكدة إنه في عندك عائلة كبيرة. ايه، يعني كان في عندي زوجي بس خسرته بكير كتير. إلي زمان كتير وحدانية. آسفة، الله يرحمه. شكرا. عندي شابين وبنتين كمان. بنتي الكبيرة متزوجة اسمها أمينة، يعني عندها بنت بطولي ها. الله يخلي لك إياهم، بس ما شاء الله مو مبين عليكي. شكرا. والشباب بعدهم عزابية. ابني الكبير علي رضا، إذا الله طعمنا وتيسرت رح يتجوز. وابني الصغير لسه السنة رجع من العسكرية وعلى الشغل وهيك شي، يعني هو بده طبعا. طيب وبنتك الثانية؟ بنتي الثانية خسرتها. الله يرحمه. آسفة، ما كنت بدي ذكرك وزعلك. لا، ما تزعلي حالك، هي ببالي هيك عطول أصلا. ما بنساها أبدا، موجودة مثل كل صبح بعد كل ليل. الحزن عضنا، ما سهل أبدا عايشته. حضرتك كمان خسرتي ضناكي؟ طيب كيف صار هيك؟ أنا آسفة كتير عم بسألك، بس إذا بتحبي تحكي يعني احكي، أنا بقدر اسمعك، خدي راحتك. بدي فشلك قلبي بس. لما ينفتح موضوع ابني ما عاد يطلع معي الحكي بنوم. بينربط لساني وبتلبك. بقدر افهمك منيح، فهمانتك. شو صاير لك خالدة؟ انت ليش قاعدة هون؟ ليش ما حكيتيني اليوم؟
بعد اللي عشته مو قدراني ارجع لطبيعتي علي رضا، ما تواخذني. تشتتت، اعصابي تعبت. يعني ما في شي تاني؟ لا ابنه، لازم يكون في. اسأليني. ما فهمت عليك. شو ما كان الشي اللي براسك وعم ينهش فيكي اسأليني عنه. ما عم تفكري بأبي؟ بلال حكالي كل شي قال لك اياه. عندي علم. تمام، معناها رح احكي لك. قال على اساس انه هو كان يشتغل مع ابوك، وهو وراء موت عيلتي انا، وقال ابوك له ايد بهالقصة. انا لما سمعت بهالحكي تضايقت وما قدرت صدقه. بعرف انه كذب، عم يقول هيك مشان يخرب بيناتنا، مو؟ ما نو كذب خالدة. بعرف هذا الحكي مو سهل أبدا، يعني الإنسان هيك بنفس واحد ما بيقدر يقوله، بس لازم تحكي. يعني إذا أنت بتحبي تحكي حتلاقيني عم بسمع. عن جد حابة تسمعيني يا خانم؟ بدك تعرفي حقيقة هالحزن كله؟ طيب رح أحكي. بدي أحكي يلي مخبيته. ما عاد أتحمل، بس بتمنى ما تقاطعيني. علي رضا ابني بيكون. زوجك محمد أمين خطفه من بين إيدي، بعدين وصلني إنه هو توفى. 20 سنة، 20 سنة وأنا قلبي محروق. بعدين عرفت إنه ابني لساته عايش. ابني لساته عايش. انتي منيحة؟ جاوبيني، إذا بدك بروح بجيب لك مي وبرجع. لا منيحة، شكرا إلك. الحكي ريحني، أنا بدي أمشي. يمكن منلتقي بشي يوم. أنا بجي لهون كتير كل يوم، إذا بتحبي فينا نلتقي وتحكي لي كل شي. اسمي رقية بالمناسبة. تشرفت فيكي، وأنا اسمي هزار. وأنا كمان تشرفت. ما مشي الحال، ما قدرت حاكيها. طيب مثل ما بتريدي. رقية؟ ايه هذا انا. نعم. طلع عندي شغل فما قدرت مر. برجع بتصل فيكي بعدين، لا تواخذيني. باي باي. ما بعرف شو الموضوع تماما، بس ايه، أبي وبلال كانوا يشتغلوا مع بعض. فهمني أبوك، شو كان له شغل مع بلال؟ كانوا بالمافيا؟
لا، بداعي الواجب. انبعت ليشتغل بيناتهم. كان شرطي يعني؟ لا، مخابرات. وأنا كمان عن جديد لحتى عرفت. طيب علي رضا، انت ليش ما حكيت لي؟ ليش خبيت عني الحقيقة؟ شو كان بدي اجي اقول لك خالدة؟ كل شي مجهول بالنسبة إلي مثلك تماما. شو كان فيني احكي لك قبل ما اتأكد من يلي بعرفه؟ بلا ما بابا يعرف، لأنه ما بتخيل شو رح تكون ردة فعله. يلي خبرك رح يخبره، لهيك بدي حاكيه بأسرع وقت. بعد كل المصايب اللي صارت معنا، في جواتي فراغ كبير ما بينوصف. للمرة الثانية حاسة إنه مخبي علي شي واكتشفته هلا. شو في كمان؟ كل اللي صار، كل الأسرار هي، هدول الشغلات عم بيتعبوني. خالدة، قبل أي شي، أنا الزلمة اللي كنت رح موت معك امبارح، الزلمة اللي بيحبك أكتر من روحه. خلي هالحكي ببالك وبس. يلي بتعرفيه أو يلي ما رح تعرفيه عني، شو ما كان، ما رح يغير شي من الحقيقة. وأنا كمان مثلك، بس أنا بدي منك شغلة، إنك تكون صريح معي إذا ممكن. لو شو ما صار يصير، حتى لو كنت بدي أزعل، بدي تقلي الحقيقة وبس، من غير كذب، من غير أسرار، الحقيقة مو أكتر. فوتي جيبي اغراضك، خليني وصلك على البيت. يلا. علي. الو علي رضا، مو على اساس ما كنت رح تتصل؟ بدي اسألك سؤال واحد. تفضل، شو هو هالسؤال؟ بخصوص الختيار. سأل نشوف. الختيار قتل أبي مو؟ بما أنك سكتت معناتها بتعرف الجواب. عم بسمع. لا 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 لا، أنا كمان مثلك بعرف إنه أبوك مات بعملية، ما بعرف أي شيء تاني. يعني مو الختيار؟ يا أخي ليش عم تسأل؟ مين قال لك هذا الحكي؟ شو سبب هالسؤال؟ بلال اللي قال لي. هلا فهمنا شيء، فهمنا شيء. ليك لو الختيار كان قاتله كنت رح أدرى أنا. اسمع لقلك، أنت ما تنخدع بهاللعبة، عم يحاولوا ينزعوا بيناتكم، فأصحك ترد عليك. أنا وعم حاول أقرب من ابني خطوة، بلال عم يزرع العداوة بيناتنا. ما رح نسمح بهالوضع يستمر. يا أهلا وسهلا. أهلين يا آغا. أنا رايحة على غرفتي، رح ارتاح شوي. بشوفك علي رضا. رجعت عملت اللي براسك بعد ما مشيت قامت القيامة. لازم تقوم. مليت كتير من القواعد اللي كل واحد بحطها على كيفه. اللي شو عملت ببلال؟ فيني اقول لك انه عايش حاليا. حلو، ماشي في غليلي بس هديت شوي. شكرا علي رضا. بكرة في تصويت وناطرك عقاب كبير. ويا سيدي، أنا بدي أحكي معك بشي تاني. قول. إذا بتسمح لي اليوم المساء رح نجي أنا وأهلي نطلب إيد خالدة.
تعوا طيب شوفكم المساويات. شو عم تقولي؟ رح يجوا يطلبوكي اليوم المساء؟ كانت مفاجأة بالنسبة إلي كمان، ومالي عرفانة شو بدي ألبس. طيب أنا شو أعمل بهاي الحالة هي؟ ما عندي تياب أبدا هون. أحسن شيء اتصل بعليا لحتى تجيب لي تيابي، فرحتيني كتير. ليكي ملك، ما استعجلوا شوي بالطلبة؟ يعني جايين هيك مثل اللي عم يخطف الكبة من راس المعون. شو صار؟ مستصعب كتير إنك تزوج بنتك الوحيدة؟ طبعا مستصعب، ومستصعب كتير. مالك شايفة قديش مبسوطة؟ رح يصير عندها عيلة، رح يكون عندها زوج، ورح تجيب لك أحفاد كتار. وطبعا ما حدا بيسأله لحكمت إذا جاهز يكون جد ولا لأ. خير؟ شو الموضوع؟ في شي؟ عمي حسن وصل لناس بخصوص موضوع أبوك. ايه، ومين هن؟ كان في شرطي يشتغل معه بهالزمانات، سرحوه لأنه كان بيشتغل أشغال مشبوهة، وكمان بعد ما سرحوه ضل عم يشتغل مع العصابات. مين هالزلمة؟ واحد اسمه طه بطاطسي، بيعمل نزالات ألفاظ ممنوعة. هالنزالات بتنبث على الانترنت بس مباشر، والمتراهنين بيعطوا المصاري لتحت، بس مو من النزالات اللي نحن بنعرفها. هدول نزالات الموت. إذا قدرنا نوصل للزلمة ممكن يصير عنا معلومات عن أبوك وعن بلاد. حلو. وين رح نلاقي هالزلمة؟ هي اللي صعبة شوي أخي. مثل ما قلت لك الزلمة مثل الشبح، وما حدا بيشوفه غير المصارعين، وممنوع حدا يفوت بدون دعوة، ومو مين من كان بيعطوه الدعوة. بس في عنا طريق مختصر. شو هو؟ إذا لقينا مصارع قوي بيكون عنا فرصة. ايه تمام. المصارع موجود. لا أخي، بيضلوا يتصارعوا للموت. أنا مو موافق، ما فينا نخاطر فيه. أنا أصلا بنص الخطر، مانك شايف فريد؟ أنت دبر كل شيء. بدي شارك بمباراة، وبس تعرف إمتى خبرني. خير، انت ما بتجي على البيت بهالوقت؟ عملت منيح انك جيت بهالوقت ابني. جوعان شي؟ لا لا حضر لك أمي، لقمة. ماني جوعان. جيت لحتى أخبركن خبرية. عائلة ألطاي بلشوا تحضيرات. بدنا نروح نطلب ايد خالي دليا. كيف؟ عن جد؟ اليوم المساء؟ اليوم المساء. بس ابني ما لنا محضرين اي شي، والله منتبهدل امي. روقي اعصابك سلطانة شبك، انت قولي لي شو لازمك وانا بدبره. اخ علي رضا، فوتنا ببعضنا انت هلا امي. هيك احسن، هيك احسن. بنخطب البنت وبنرجع على بيتنا. يلا بلشوا بلشوا، شو عم تستنوا؟ يلا امي يلا. يا الله، شو امي؟ شو والله بدنا ما نعمل؟ بعرف. ما عم امشي صدق. لشوف. ألف حمد وشكر إنه شفنا هاليوم، الله يقدم اللي فيه الخير. هو بصراحة ما تخيلت إنه الأمور تمشي بهي السرعة. بتعرف حكمة آغا، علي رضا وخالدة مندفعين. يعني رح نصير عيلة كبيرة هلأ، وهذا المهم بالموضوع. والله يطعمهم يعيشوا بثبات ونبات كل العمر ونشوف أولادهم. آمين. لسه ما وافقوا على طلبنا. الله يقدم لهم اللي فيه الخير وبس. آمين. آمين.
مبروك خالدة، طالعة حلوة كتير بالمناسبة. شكرا عليا. والأحلى إنه وشك مورد من الفرحة. ما انبسط يعني بعد المصايب اللي حلت علينا ورا بعضها؟ مزبوط كلامك، الكل مشاكلهم وقعت على راسك. إذا عم تجربي تقولي شي اختصري وقولي. لا، كوني مبسوطة لأنه أنا بفرح لفرحك. براق، شو عامل حبيبي؟ عليا حبيبتي وينك؟ نحن كلياتنا عم نستناكي هون. يلا انت بالبيت لسه؟ لا، ببيت عمو حكمت. اليوم يوم خاص لأنه خير، شو رح يصير اليوم؟ علي رضا وعيلته هون اجوا يطلبوا ايد خالدة. الو براق، سامعني؟ سامعك. تمام، معناتها ليكي شو رح يصير؟ انت لما تخلصي تيجي لهون. تمام تمام، جاي. شوفي أخي، صاير شي مو منيح؟ راحوا يطلبوا ايد خالدة، وعالية خبرتني هلأ. أخي شبك في شي؟ قلي أنت منيح؟ منيح فكرت، منيح. مو صح. ماني منيح فيكو، ماني منيح. نفس، لما بدي اخذ نفس عم اتوجع نفسي، مو قادران القط نفسي. طيب خليني اخذك على المشفى. ايه لا لا فيكو، لا، ما رح تفيدني المستشفى. وجعي ماله اي دواء. انا فهمت، بعرف شو بني. هاي القصة ما بدها دكتور يا فيكو. خالدة راحوا يطلبوه. خالد راح تتزوج. بس أخي نحن مو كنا مسكرين على الموضوع؟ مزبوط، بس لما عرفت بلحظة خربطت وصار في وجع جوا، في نار وشعلة جواتي. كل ما تنفست عم تهبها النار وعم تحرق قلبي. مو قادران طفيها. قول شو بدك بلال، قول يلي بدك تقوله بسرعة، مالي رايق لك بالمرة. هذا اللي كنت رح أقوله أنا كمان. وصلك الخبر؟ بس ما تقلق، عامل مفاجأة لعلي رضا، أنت ريح بالك. أنت شو عم تقول؟
مفاجأة شو؟ يسلموا ايديكي يا بنتي، شكرا لكم. صحتين وهنا خالي رقية. ايه منجي لسبب زيارتنا لإلكم. تفضلي، عم نسمعكن. ما هيك صهري؟ ايه طبعا، تفضلوا. آغا، مدحت بيك بده يحكي معك، ليكو برا عم يستنى. بعتذر منكم كتير، راح ارجع فورا، ما بطول. ولا يهمك، خذ راحتك. أخي لا تأخذني عم سبب لك إزعاج. إذا جاي كرمال ملك فالوقت ما مناسب هلأ. لا لا أخي، هي المسألة غير، في تطورات مهمة كتير. شو خير؟ معنا خير أبدا. بلال بعت لي فيديو على موبايلي وانت لازم تشوفه. شو هذا مدحت؟ مين هو محمد أمين؟ محمد أمين ألتاي، أبوه لعلي رضا. بما أنه صهري هلأ رجع، صار فينا نكمل حديثنا من مطرح ما وقف. يلا تفضلوا. سبب زيارتنا كنا عم نقول إنه أنا بعتبر خالدة مثل بنتي، وبسبب قلبها الطيب ابني حبها ونحن كمان حبيناه. الله يطعم الكل كني مثلك ويقدرنا على سعادتها، وبتمنى من كل قلبي تنبسط معنا. آمين. حكمة آغا، إذا حضرتك كمان موافق إنه يتزوجوا على سنة الله ورسوله، فنحن طالبين إيد خالدة لابني علي رضا، وبتمنى توافق. صهري، انت تعال معي شوي، بدي اياك. خلص خليكي هون، خليكي. شو الموضوع؟ انت رح تقلي شو الموضوع. مين انت؟ كيف يعني؟ من جهة بعرف لمصلحة مين عم تشتغل، وباسم مين قربت مني، وهلأ طلع أبوك على الخط. محمد أمين ألتاي، هذا اسمه؟ كان بيشتغل لبلال، مو هيك؟ هو كمان كان من بين الأندال اللي قتلوا عائلتي.
مزبوط هالحكي؟ بلال خبرك؟ سألتك سؤال واضح، جاوبني عليه. مزبوط؟ مزبوط، بس ما في بس، لا بس ولا غيره. خد عيلتك وروحوا من هون فورا، يلا بسرعة. ما تعمل هيك، أنا من جديد لا عرفت، عم بتحرى عن القصة وكنت رح أحكي لك. ما له لزوم، انت لليوم ما شرحت لي، لهيك ما عاد في لزوم تشرح لي بعد هلا. بابا شو الموضوع؟ طلب مرفوض يا خالدة، خد عيلتك وامشوا. كيف يعني بهالبساطة؟ ما بدي أعرف شو صاير؟ خلص بكفي خالدة، خد عيلتك وروح من هون، أو أنا بطلع بطلب منهم يمشوا. مثل ما بدك. علي رضا، بابا شو الموضوع؟ ما بدك تشرح لي يعني؟ أمي يلا قوموا كلكم، بدنا نمشي. شو صاير؟ يلا شوفي قوموا على السريع، بدنا نمشي، ما لازم. ما طلبناها للبنت، ليش بدنا نروح؟ حاتم ما تسأل كتير، قوموا يلا بشرح لكم على الطريق، امشوا يلا على السريع، يلا امشوا، يلا يلا معي. تعي بنتي. علي رضا لوين رايحين هيك؟ نحن لازم نمشي. انت كمان كنتي بتعرفي وما خبرتيني، ما هيك؟ قولي. بلال أرجاني هداك الفيديو إلي كمان، أنا وعلي رضا حكينا بالموضوع، هو كمان عن جد ما بيعرف شيء، ما بيعرف شو القصة. بابا هو لما يعرف الحقيقة رح يجي ويحكي لنا كلياتنا، بس تصرفك معه بهالطريقة ما له منيح، هو ما له ذنب بنوب. شو؟ خالدة شلون ما له ذنب؟ أبوه كمان كان بين الأندال اللي قتلوا عائلتنا ومخبي عني هالشي، والله أعلم شو مخبي كمان. ما فيني أوثق فيه بعد هلا، وما رح أمن عليكي معه أبدا. بابا شو هالحكي هاد؟ نحن عم نحكي عن علي رضا، شو نسيت؟ امبارح لسه كان رح يموت معي على هديك السفينة، أنا قلت له يروح، بست إيده لحتى يمشي بس ما رضي، أصر ضل جنبي وما تركني لآخر لحظة. أنت منتبه شو عم تحكي؟ نسيت كم مرة كرمالي رمى حاله بالموت؟ وإذا رمى حاله بالموت وإذا كان بيحبك هذا ما بيعني أي شيء، ليكي هداك التافه براق كمان بيموت كرمالك، شو عامل يعني؟ بابا شو هذا الحكي؟ عم تقارن علي رضا ببراق؟ ما بسمح لك إنه تظلم علي رضا وتقارنه بهداك الندل. اسمعيني منيح وخرسي، اصحك تجيبي سيرته على لسانك مرة ثانية وإلا بدفنك عايشة. لك شو صار لكم هيك عم تصرخوا؟ بنتي شو عم يصير هون؟ فهميني. حاجة خالتي ما كان بده يزوجني له من الأساس وصارت له حجة. أهلا وسهلا. شو عملتوا؟ خطبتوها لبنت خالتك؟ فجأة التغى كل شي وعلي رضا مشي مع أهله. براق يلي صار له علاقة فيك يا ترى؟ أنا شو إلي علاقة عليها؟ شو دخلني فيها؟ بس بصراحة تفاجأت. بلال كان عم يقول إنه عامل له المفاجأة. هي لكان، هي كانت المفاجأة. لما اتصلت فيك وخبرتك إنه جايين يطلبوا خالدة أنت زعلت، والغريب إنك مبسوط هلأ. يا بنت أنا هلأ شو دخل فرحتي بفسخ خطبة بنت خالتك؟ عليا ليكي إذا بتحبي خلينا نكون رايقين وحبابين، القصة كلها ما لنا علاقة فيها. بعدين شو دخل إذا زعلت ولا فرحت عليها؟ أي مبسوط بس من شي تاني مو من هذا الموضوع. إذا بتحبي بلا ما نكبرها مشان ما ننزع مسانا، وأنا ماني حابب أكسر لك قلبك. ما فهمت عليك، رح تكسر قلبي كرمال خالدة؟ عليا
عم قل لك خالدة ما لها علاقة بنوب. صح، مزبوط اني فرحت، يعني تعدل مزاجي، بس كم مرة بدي اقول لك انه خالدة ما لها علاقة بنوب. انا ما بدي اشوف شوفير التاكسي مبسوط، ما بدي اياه يدوق طعم الفرحة بحياته كل. ما يقوله الآخرون عنك هو مشكلتهم وليست مشكلتك. لا تأخذ سلبية الآخرين على محمل شخصي. فمعظم الأشخاص السلبيين يتصرفون تصرفا سلبيا مع كل من يتفاعلون معه، وليس معك فقط، إن كل ما يقولونه ويفعلونه هو انعكاس لتصوراتهم. وحتى عندما يبدو الموقف شخصيا، أي إنه إن أهانك شخص ما مباشرة، فغالبا لا يكون الأمر علاقة بك. فأرى الآخرين وكل ما يقولون ويفعلون تستند كليا إلى ذاته.